بنستكمل النهارده رحلتنا في حلقة قوية جدا عن تصحيح الألوان. كنا احنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن اللون الخاص بالشادو واللون الخاص بالميد تون، وازاي ان احنا بنبتدي نمسك كل استوكاية لوحدها ونسقطه عليه. بس خلينا الجزء الخاص باللون الهايلايت اللي احنا اخترناه وقلنا هنخليه في فيديو لوحده لانه ليه تكنيك خاص في التعامل معاه. التكنيك اللي احنا بنستخدمه معاه هو الكالر رينج، والكالر رينج يعني ببساطه شديده كده هو زي الميكروسكوب الحساس اللي احنا هنبتدي نخش نمسك الاستوكايه دي نختار فيها المناطق المضيئه وبنبتدي نحط اللون اللي احنا عايزين نحطه عليه. هل دي طريقه؟ لا، في كذا طريقه. انا هحاول ان شاء الله باذن الله اقول لكم كذا طريقه والاسهل منها استخدموها. نيجي بقى للريم لايت. الريم لايت هو الخط اللي بيبقى آه الاضاءه اللي متدرج حوالين جسم، اي جسم انت بتشتغل عليه. بس ما ينفعش انك انت تيجي على اي عنصر معاك وانت تقوم جاي مديله خط كده شرب فتقول ان ده الريم لايت. لا، الريم لايت ده بيبقى تدريج، انت بتسقطه على العنصر بتاعك بطريقه مدرجه عشان يديك شكل سينمائي وجميل. وده اللي هنشوفه ان شاء الله النهارده. كل التريكات الخاصه بالجزء ده هنحطها في فيديو بحيث اللي عايز يفهم الجزء النظري الاول، وبعد كده لما نيجي نخش في الجزء العملي يبقى الموضوع بيثبت معاكم اكتر واكتر. اتمنى ان الحلقه دي تفيدكم وتكون سهله وبسيطه عليكم ان شاء الله. يلا بينا نبدا بعد الانترو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا اصدقائي؟ اتمنى من الله ان تكونوا بصحه جيده. كنا في الحلقات السابقه نغوص الى عالم جديد وممتع نستكشف فيه من التفاصيل البارزه والعناوين الرائعه، ولكنني في هذه الحلقه ساخذك الى عالم جديد سنطير فيه الى السحاب. سنستكشف الاضاءات الساحره، وهناك سنجد تفاصيل شيقة وأشياء ممتعة، وكل لمسة منها ستحكي قصة جديدة. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر الله عز وجل. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. دعونا نبدأ وسنعود بعد قليل. قناة شباب المستقبل. يلا بينا. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن المانيبيليشن، الدمج، وده كان الشغل بتاعنا خلصناه، وكان بيبقى فيه تفاصيل بسيطه واحنا شغالين برضك بنظبطها واحنا ماشيين. الحاجه الثانيه اللي دخلنا عليها في الديزاين هي الاضاءات، وقلنا ان اي استوكات انت بتشتغل عليها بيكون فيها اضاءات مختلفه. فاي استوكات انت بتجيبها وارد ان هي تكون متصوره بالليل بالصبح، فده بيأثر على شغلك كتير. فلازم انت توحد المشهد اللي هو الليمونيستي الاضاءه، وبعد كده انتقلنا لمرحله الريفليكشن وظبطنا الانعكاسات. ولكن في حاجه انا كنت قاصد ان انا اخرها مستقبلا عشان انا كنت عايز انك انت تسال فيها. الحاجه دي انا لما باخرها انا ببقى قاصد ان انا اثبت المعلومه عندك. وبعد كده دخلنا على المرحله الثانيه وهي مرحله الكالر جريدنج، وابتدينا ناخد سبوتات معينه من السماء، وابتدينا ان احنا الالوانات اللي خدناها من السماء دي ابتدينا نمشي بيها من الباك جراوند لحد الميد جراوند لحد الفور جراوند قريب ناحيتي، وابتدينا نحط الالوانات اللي احنا اخترناها دي سواء كانت شادو او ميد تون على كل الاستوكات اللي احنا اشتغلناها، وتبقى لينا هي الكالر رينج اللي هي الهايلايت، اللون اللي فاضل ان احنا نسقطه على بقيه العناصر والشغل الخاص بالريم لايت والكلام ده كله. طيب انا قاصد ان التصميم ده ياخد وقت ويتشرح فيه تفاصيل كتير جدا جدا، لان انا عايز افهمك الموضوع بكل تفاصيله وكل ابعاده. لان الموضوع ده انا بالنسبه لي كان مهم وانا بشرح الكورس انك انت ما تبقاش واخد معلومه على الطاير. انت لازم تاخد المعلومه جت منين. اللي عايز يتعلم هيخش يفتح فيديو ايا كان عدد ساعاته وهيقعد يدرس ويفهم طول ما في معلومه حلوه وبسيطه وسهله وفيها كل التريكات اللي هو محتاجها اللي لازم يفهمها. فده كورس، الكورس ده فيه تفاصيل كتير جدا. لو انت تابعت معايا في كل الحاجات اللي انا هنشرها الفتره اللي جايه باذن الله هتطلع فاهم يعني ايه ديزاين ايا كان. لو تصميم سهل هتشتغل معاك بكل سهوله. يلا بينا. النهارده بنتكلم على الكالر رينج، والكالر رينج هو احنا بنبتدي نحدد الاجزاء المضيئه في اي استوكايه معاك وبتبتدي ان انت تسقط عليها اللون اللي هو الهايلايت. لكن الريم لايت هو التدرج الاضاءه اللي انت بتبقى شايفه نازل على وش الشخص، فبيديك يعني شغل سينمائي كده و3 دي، بتحس ان انت الصوره تبان حلوه، فاهمني؟ فاحنا ان شاء الله هنشوف الكلام ده ازاي نعمله النهارده. يلا بينا. طبعا انا عندي في الديزاين اللي احنا شغالين فيه ده بكل بساطه انا عندي وليكن مثلا الجبل ده جزء نظري، فانا هشرح فيه كل التريكات الخاصه بالكالر رينج. طيب انا هنا باجي مثلا على ده. طبعا شوف انت لو انت منظم وكاتب كل حاجه هتلاقي انت اشتغلت على الاستوكيه دي، اشتغلت عليها ليمونيستي ساتوريشن كالر بالانس. طيب خلينا كده نيجي عليها. اي حاجه انا هبتدي احطها هتتضاف فوق مش تحت. يعني انا بضيف الطبقات فوق بعضها، مش هاجي احط تحت الطبقات. ركز. لو انت اتعلمت النظام ده هتلاقي نفسك في كل شغلك بعد كده الدنيا خلاص بقت في دماغك ثابته. طيب
انا ده الجبل. احنا خلينا برضك كده قبل ما نخش في الموضوع، انا عايز اجيب لك الحاجات الخاصه بالكالر جريدنج اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، السبوتات دي. بسم الله، اهي كده. وده اللون اللي هو الهايلايت اللي احنا خدناه من التصميم بتاعنا. طيب هتيجي هنا بكل بساطه، هتيجي تقف هنا على اخر حاجه انت وصلت لها في الطبقات اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي الكالر جريدنج، وهتبتدي انك انت تخش على لا يا رب، هتقف على الاستوكيه نفسها، تيجي على سيلكت هنا وتختار حاجه اسمها الكالر رينج. طيب انت هنا لما جيت عملت الحركه دي، انت ما حددتش يعني للعنصر انك انت عايز تاخد حاجه معينه في التصميم. يعني ايه؟ انا مثلا هنا انت لو جيت عملت سيلكت هتلاقي هنا في تحت حاجه اسمها الهايلايت، حاجه اسمها الميد تون، حاجه اسمها الشادو. انت هنا بتدي امر مباشر، عايزك تحدد لي الاجزاء المحدده اللي هي الهايلايت كده. طبعا هنا هو حدد لك التصميم ككل، كل اللي في الصوره ابتدى يحدد لك فيه الجزء المنور طبعا، ولو انت دوست اوكي هيقوم عامل لك سيلكشن عليه. طب انا مش عايز كده، انا عايز اعمل سيلكشن على الاستوكيه اللي انا عليها. ركز عشان في تركايه بيوتيفول حلو. هاجي هنا واقوم دايس الت واجي على عندي كده وادوس كليكايه، ايه كليكايه شمال، عمل لي الكلام ده، قفل كل العناصر. هنعمل خطوه السيلكشن، نحدد الاجزاء المضيئه في التصميم، تمام، وهنرجع نرجع العين تاني، لانك انت لو انت نسيت وترجع العين دي هترجع تفتحهم واحده واحده وما تزعلش مني. طيب هنيجي بس نعمل كده، نخش بس على التصميم كده جوه شويه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنيجي هنا سيلكت كلر رينج، نيجي هنا نختار الجزء الخاص بالهايلايت، ابتدى يحدد لك الاجزاء اللي هي فيها اضاءه. طيب صديقي العزيز، انت هنا عندك فيه بقى على حسب انت رؤيتك وعينيك والشاشه اللي انت بتشتغل بيها، لو الالوانات بتاعتها كويسه هتشتغل معاك كويس. في بقى الجزء اللي هو البلاك مات، تمام، في جزء اللي هو الوايت مات اهو بيجيب لك الاجزاء المضيئه اللي هي الحاجات دي، وفي ده كويك ماسك. انا عن نفسي بشتغل بالجري سكيل، بتبقى حلوه بالنسبه لي. عندك هنا ده الرينج اللي انت بتزوده او تقلله، يعني بتزود المدى الاضاءه بتاعت الاستوكات. انت شايف ان الاستوكات دي الجبل فيها كان فيه جزء مضيء شويه. طيب احنا ممكن نعمل كده، نرجع لورا شويه كده سيكا، نخش على الجزء الاسود من الاستوكيه. يعني انا كل ما هشد الشريط ده كده انا رايح ناحيه الاتجاه الاسود، فانا بامر الفوتوشوب ان هو يزود الجزء الهايلايت يخش على الجزء الاسود. طيب انا هرجع شويه اهو، فهو ظهر لي الاجزاء دي كده. الفيزنس دي بكل بساطه هي دي بتديك زي ايه، نعومه كده، ما بتخليش الحاجه شارب حاده، بتخليها ناعمه كده اهو. بص، طيب انا بعد ما كده خلصت تمام، بدوس هنا ايه اوكي، ابتدى هو عمل سيلكشن على الجزء اللي انت مختاره. طيب هاجي انا يا صديقي العزيز، وطبعا هتقوم انت عامل ايه، هتقعد تلعب في اي حاجه ثانيه، وتيجي بقى انت عشان تفعل اللي انت عملته ده هترجع تفتحهم واحده واحده، تمام. فاحنا هنعمل ايه قبل ما نعمل اي حاجه والسيلكشن موجود اهو، هنيجي على الالت وهندوس على الكليكه اللي احنا دوسناها من شويه على عينها ايه، وكليكه شمال يفتح الحاجات اللي اتقفلت كلها تاني. طيب حلو قوي. احنا هنا هنيجي بقى على اخر افكت احنا طبقناه على الكالر جريدنج في المحاضرات السابقه، خلاص احنا خلصناه. هنبتدي احنا عايزين نضيف الجزء بالهايلايت، هنيجي هنا سوليد كالر عادي، نختار اللون ده كده اللي احنا مختارينه، تمام، ونقوم جاي عاملين كده. طبعا الافكت اللي انت طبقته ده وارد ان هو يطلع بره التصميم، فانا عايزه يتطبق على التصميم، فاعمل هنا كليبنج ماسك كده، الت وكليبنج ماسك، هيخش هنا ايه، فكل الحاجات دي هتبقى على الاستوكيه بس، مش هتروح بره، مش هتروح بره التصميم. طيب انت هنا الجزء اللون اللي انت ضرب من الشمس ده منعكس اهو على الجبل، بس انا عايز اخليه يعني مندمج شويه مع العنصر، فاهمني؟ فادمجه ازاي؟ ببلندنج اوبشن، اداتنا المفضله المحببه اللي بتدينا شغل لطيف ومدهش. هشتغل هنا على الشريط اللي تحت اللي هو الاندرلاينج لاير. الاندرلاينج لاير بكل بساطه هي بتبتدي يعني ايه، تدمج مع الطبقه بتاعت الجبل اللي تحتها، فاهمني؟ فبتفرغ حسب الجبل اللي تحتها، في استوكايه موجوده تحت، فهي بتفرغ اللون اللي انت حاطه ده وتخليه يتخلخل ما بين العشب وما بين التفاصيل اللي موجوده في الجبل. خلينا نشوف كده. طبعا انت لو جيت حركت كده تتحرك ككل، انا مش عايز كده، انا عايز يبقى فيه نعومه. بدوس الت وافك المشبك ده كده وافتح النصين كده وابتدي اتحرك، تمام اهو. ابتدى هو يفرغ من الحاجات الايه، تمام تمام. طيب اهو كده انت عملت الاضاءه بتاعتك، تمام. لو انت عايز شايف من منطلق عينيك ان دي محتاجه تاخد سكرين، هتديها سكرين. عايز تديها كلر دوج، على حسب، كل ده بيرجع لمنظور عينيك، يعني سكرين، كلر دوج، لينير دوج، لينير كلر، الحاجات دي كلها، وخصوصا الكلر رينج والحاجات دي كلها، دي لو انت جيت مثلا عملت كلر رينج دي ما تجيش انت تقللها بالاوبستي، الكلر رينج بنقللها بالفيل اهو، فبتديك منظر سينمائي واقعي جميل. ابص، ايه رايك؟ طيب اهو انا زودت كده اهو، جيت قفلت فتحت اهو، الاضاءه باينه انها طبيعيه، بخلاف لو انت جيت عملتها نورمال ورجعت الفيلم. بص، عندك كذا اوبشن على حسب منظور عينيك، عايز تخليها كلر رينج وتديها سنه لسعه اضاءه وتقوم انت جاي مقللها كده بالفيل اهو، فيبان ان هو
المشهد اهو على الجبل بيوتيفول جميل، عامل له انت حته بلندنج اوبشن، شغل مدهش وجميل. طبعا انت هتقول لي هي اداه سهله على فكره واستخدامها سهل جدا، انا اظن ان انا بسطتها لك. في حد تاني ممكن يجي يقول لي طب انا ممكن اعمل حاجه تانيه. طب ايه اللي انت ممكن تعمله تاني عشان تعمل سيلكشن على الاستوكيه اللي موجوده معاك؟ انت ممكن تيجي مثلا على الاستوكيه اللي احنا وقفنا عليها الت، وهتقفل الليارات دي كده، ولا خلينا نرجعها تاني بس اعمل لها دبليكيت بس. تمام طيب، وهاجي هنا اقف، دي الحاجه اللي هي معموله كوبي اللي احنا عملناها نسخ، احنا عايزين بس دي، انا عايز احدد في دي بس. احدد بايه؟ بالتشانل، اخش على التشانل ادور على اقرب حاجه مريحه لعيني مفرقه الجزء الفاتح عن الجزء الغامق. طب الجزء ده لا، دي ما تنفعش. هنا الشغل بيوتيفول. هنا الاحمر مفرغه شويه. لا الاحمر حلو قوي قوي. طيب هاجي هنا واقوم جاي عامل لها كده ادي كنترول، واقوم دايس على الاستوكيه دي كده، بس خلينا نشوف كده دايس كنترول على الاستوكيه دي كده. ابتدى هو يحدد الاماكن المضيئه اللي موجوده في العنصر ده. طيب خلينا نرجع تاني معلش، كنترول زد. خلي بالك هنا الاداه اللي تحت دي ما بتبقاش مفعله، اللي هي السيف سيلكشن از تشانل. يعني ايه؟ انت هتعمل اي سيلكشن بتدي امر مباشر ان اي سيلكشن عملته احفظه. طيب انا هفعلها دلوقتي، هاجي على الاستوكيه اهي، ادوس كنترول فعلتها، وهاجي هنا واقوم دايس ايه؟ سيف سيلكشن از تشانل. طيب اهو حلو قوي كده، هو عامل هنا الفا واحد اهي. طيب انا هاجي هنا عايز مثلا السلكشن يخش جوه شويه. هتقول لي هناك في الكالر رينج انت كنت بتعمل كنترول بتغير الرينج، تغير النعومه بتاعتها، فبتقدر تتحكم فيها اكتر. الاداه اللي انا بحكيها دي اداه ادفانسد شويه، اداه متقدمه، الناس المحترفه هي اللي بتشتغل بيها لانها بتبقى عايزه تخش في تفاصيل الحاجه قوي. طيب هنيجي ندوس كنترول الت شيفت، وهقوم دايس كليكه شمال على الريد. بص ايه اللي هيحصل، دخل السلكشن جوه شويه. الطريقه دي ما بنستخدمهاش مع الاستوكات اللي هي الفرديه، الطريقه دي بنستخدمها في نهايه التصميم في الاخر خالص. بنستخدم الطريقه دي عشان نخلي ان احنا نقدر نتحكم في الاضاءه بتاعت الشمس بتاعت السفينه، نسقط عليها الضوء فتبقى جميله وحلوه. الكالر رينج حلوه، الطريقه بتاعت التشانل حلوه، اللي تعجبك منهم اشتغل بيها. طيب خلينا نرجع ده السلكشن، نرجع كده الت فعل الايه المشهد. بس احنا هنا قبل ما هنفعل لازم ترجع وتفعل الار جي بي تاني، اللي هي الريد والجرين والبلو، الثلاث الوانات دول مع بعض لان هم بيديكوا الار جي بي، فبتلاقي الالوانات كده ايه بتاعت الاستوكيه رجعت تاني. طيب هنيجي نعمل كده اهو. طيب دي احنا خلاص مش عايزينها، احنا عملنا السلكشن بتاعنا تمام. هتيجي انت هنا بكل بساطه هتختار سوليد كلر وتختار اللون اللي انت عايزه. هتيجي تقف كده على اخر طبقه مثلا وليكن سوليد كلر اهو، وتختار اللون ده كده واهي بالظبط. هقفل لك انا دي خلاص كده، وهتيجي مثلا هتطبق البلند اف ده اهو، اسحبه عادي، انا كنت عامله على اللي قبلها، اسحبه كده الت واقوم ساحب، اقف على البلند اف واسحبه كده. لا اقف عليه نفسه سحبه، لا خليها كوبي، مش هينفع تعمل الحركه دي. هتيجي تعمل كليك يمين كوبي لاير ستايل، وتقوم طالع على اللي فوقها، تقوم عامل بيست، طبق لي نفس الافكت اللي عملته فوق هو تحت اهو، ده وادي ده، الاثنين واحد حسب ما تحب اشتغل. طيب حلو قوي الكلام، جميل كلام مدهش، احنا بوريكم الشغل احنا ما اشتغلناش بيه. طيب احنا كده عملنا الطريقه بتاعه الكالر رينج، وعرفنا ازاي بنحط السبوت بتاع الهايلايت، والطريقه دي بتاعه الكالر رينج والطريقه بتاعه التشانل. طيب خلينا بقى نخش على حاجه تانية مهم جدا يهمني انك انت تعرفها، وهي الريم لايت. الريم لايت بكل بساطه انا كل اللي عايزه منك في الريم لايت ان انت لو جيت هنا مثلا دخلت على الاستوكيه دي كده، رحت دايس عليها كليكتين، هتفتح لك البلندنج اوبشن، هتيجي على الانر شادو. الانر شادو هي انك انت بتدخل اي شيء انت بتطبقه جوه الاستوكيه مش بره، بخلاف ان انت هتلاقي مثلا هنا في حاجات اسمها اوتر جلو بتعمل اضاءه خارجيه حوالين الاستوكيه. لا انا عايز ادخل جوه التصميم بحيث ان انا ادرج تدرج الاضاءه ده على المشهد بتاعي. طب هنعمل الكلام البيوتيفول الجميل ده نعمله ازاي؟ هتيجي تعمل هنا الانر شادو، بس انت خلي بالك اي حاجه لو دي هنا سمارت اوبجكت، اي افكت انت هتطبقه ده هتبص عمال ينزل تحت. فانت لو جيت رحت مسيف كده وحبيت ان انت تعدل فيه، هتعرف تعدل فيه، كليكتين هتخش تعدل فيه وتظبط وترجع معاك الدنيا تمام. لكن لو دي هنا انت عاملها كده راسترايز لاير تمام، ورحت جاي مطبق افكت من اللي انت عامله ده البلندنج اوبشن، مش هتلاقيه موجود تحت، فاهمني؟ هو هيعمل بس مش هتلاقيه موجود تمام. فخلينا نرجع تاني كنترول زد. انا هنا في ناس هتلجا للانر شادو هتعمله بالطريقه دي تمام. الريم لايت هيجي يعمل كده تمام، ويقوم جاي حاطط هنا خط اضاءه مثلا وليكن، وهنا خط تاني، وهنا مش عارف، ويكرر الموضوع. طيب ويقوم دايس اوكي، ايا كان عمل ثلاث طبقات. الثلاث طبقات دول انا عايز اتحكم فيهم. لو انا جيت اتحكم فيهم مثلا هقوم انا عامل ايه؟ اجي على دي كده كليك يمين واقوم عامل كرييت لاير، يعني طلع لي اللاير دي فوق. طيب انت كرييت الكلام ده، رحت مطلعه فين؟ اهو كرييت لاير، ورحت مطلع الثلاث طبقات دول فوق اهو. انت عملت اصلا ثلاث طبقات من الانر شادو. الثلاث طبقات دول عشان انت تتحكم فيهم، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه. طيب الكلام ده كله المفروض يبقى فوق، يعني مثلا انا هم واخدهم كده سحبهم الثلاثه فوق الايه؟ فوق الاضاءه دي، فوق الكالر رينج ده، عشان يبان التاثير بتاع الريم لايت، ما يبقاش انا بحط الريم لايت اخر طبقه فوق مش تحت. طيب
انت لو جيت تعدل هنا هتقوم انت عامل ايه؟ هتقوم جاي كده ماسك كل واحده من دول ورحت هتقعد بقى ايه؟ تيجي كده بالفرشه السوداء اللي تحت دي وتقعد تمسح وبتاع وشغل مرهق انا بصراحه يعني بحس ان هي متعبه شويه. تمام؟ في ممكن ناس بالنسبه لها عادي دي طريقه وانت وبراحتك يعني على حسب ما انت مرتاح. بس الطريقه الاصح ان انت بتاخد الاستوكيه اصلا اللي هي بتاعت الجبل دي كده وتقوم عامل لها دبليكيت تطلعها فوق خالص. خلي بالك هنا انت هنا في ماسك، يعني احنا لو دخلنا الت كده جوه الماسك فاحنا عايزين كل ده يدمج في صوره واحده، مش عايزين بقى التقطيع ولا خلاص احنا قصينا وخلصنا الشغل. تمام؟ هندوس بس الت نعمل لها نسخه تاني معلش. واقوم جاي هنا مثلا عامل بقى ايه؟ خلاص انا دي عايزها اعمل لها كونفيرت تو سمارت اوبجكت، يعني ندخل كل ده في بعضه خليها ايه؟ حاجه واحده. طيب انا يهمني هنا الصوره دي الاصليه دي طلعت فوق اهي. طب انا عايز الصوره ولا انا عايز اعمل تدرج اضاءه على الاستوكيه من بره؟ انا عايز اعمل تدرج اضاءه، فكل اللي انا هعمله ركز بقى، هقوم قافل الفل. الفل هو الجزء الداخلي من التصميم، يعني اي حاجه جوه هنا كده خلاص اتلغت، اللي موجود فقط هو الحواف الخارجيه. طيب انا هنا هبتدي ان انا اطبق طبقات تدرجات اضائيه بالتدريج بطريقه البلندنج اوبشن. هبتدي اخش، هاجي هنا اختار الانر شادو، وهبتدي ان انا اختار هنا عندك هنا البلند مود دي صديقك المفضل، واكتر حاجه احنا بنستخدمها فيها الجزء بتاع الاضاءات، هم دول السهم ده والسهم ده، كل المربع ده خاص بالاضاءه. الشرطه دي والشرطه دي الجزء ده خاص بالمناطق السوداء، يعني انت جايب استوكايه سوداء وعايز تظهر الجزء الابيض اللي فيها، انت هنا ده استوكايه قصدي هنا سوداء وعايز تظهر الجزء الابيض اللي جواه، فهنا ده بيتنور وهنا ده بيغمق، فاهمني؟ وده نورمال، ده الطبيعي. بنستخدم بردك الاوفرلاي ان احنا بندمج حاجه مع حاجه، او سوفت لايت دي بنستخدمها كتير، واللومونيست دي ساعات، الكلر ساعات، يعني دول اكتر حاجات احنا بنستخدمها. بس انا يهمني هنا في الريم لايت الجزء بتاع السكرين والكلر دوج والاوفرلاي والسوفت لايت. طبعا دي اول طبقه، خلينا بس ما اعرفش ممكن اعرف امسح دي ولا لا. لا مش عارف امسحها. طيب خلينا كده امسحها معلش. ودي انت هنا ينفع تكرر الحاجه اكتر من مره، تدوس عليها زائد هتنزل تحت، تدوس عليها زائد نفس الحاجه هتكررها. فاهمني؟ ماشي. انا جيت هنا في الانر شادو، ابتديت اختار السكرين، ابتديت الاوبستي حسب ما انا عايز ازود اقل، ازود القوه بتاعت الحاجه واقللها واخفها اخليها شفافه خفيفه شديده كده. فباجي هنا بختار اللون بتاعك اللي هو وليكن ده، فاهمني؟ عايز تخليه منور شويه سيكه كده ماشي. طيب الزاويه بتاعت الانجل دي مهمه جدا، يعني الشمس جايه كده، هو السهم قدامك اهو بيقول لك حدد لي اتجاه الشمس. يعني مثلا انا شايف ان الشمس نازله من فوق، اعتقد ال 125 كويسه، انت لكن ما ينفعش تقوم انت جاي عاملها لي كده الناحيه الثانيه، يعني هي الشمس جايه من هنا، ده منطق يعني. الشمس بتيجي من هنا وليست من هنا، فخلي هنا الزاويه دي 125. وخلي بالك من اللي جنبها اليوز جلوبال لايت، لو انت فعلتها وجيت دوست زائد هنا هتنزل نفس الزاويه دي في كل الاستوكات اللي تحتها، مش هتعرف تعدل فيها. فيفضل ان انت تخليها مقفوله وتنزل استوكاتك تغير زواياك براحتك، فاهمني؟ عشان ما تثبتش معاك. طيب انا هنا بدي هنا خط واحد مثلا، الديستانس هنا ارجع ده صفر صفر عشان الناس تفهم برضك، ادي مثلا وليكن واحد، او خط ده عمر دريم لايت ما يبقى خط كده بالشكل ده، لازم تديله ايه؟ نعومه يعني كده تنعمه. طيب انا طبعا مش هخليه كده، انا عايز اخليه يعني ايه؟ اخليه حاجه ايه؟ كده. تمام. واقوم جاي عامل ايه؟ مقلل ده كده. تمام. وابتدي ان انا اجي اعمل دبليكيت للشيء ده، ادوس على الزائد دي فهتنزل اهي، واجي مثلا اختار الكالر دوج. تمام. وهنا الزاويه هنا 125، وهبتدي اختار لون مثلا الميد تون، ادرج بقى الحاجه بتخش لجوه. طيب انت هنا في الطبقه اللي قبلها كنت شغال بواحد، هنا هتبتدي ان انت تزود وتخش على حاجه ثانيه اهي، نخليها مثلا وليكن 2، وتبتدي ان انت تفردها كده. تمام. طيب هنيجي بردك نعمل دبليكيت تاني لللاير دي اهي، نزلت بنفس الزاويه بنفس اللون بنفس كل حاجه، وهبتدي ان انا اختار مثلا وليكن الاوفرلاي، اشوف راحت عيني، وابتدي اخلي دي وليكن 3 اهو، وابتدي ان انا ايه ازود شويه كده مثلا. تمام. وابتدي ان انا ممكن اغير للسوفت لايت واشوف الدنيا السوفت اهدى شويه، ونشوف الاوفرلاي، ادي الاوفرلاي كويسه برضه، وقلل الايه الحده بتاعتها. تمام. طيب احنا كده طبقنا الحته دي، ما بين هنا ده بينعم ده بيختار الخط، وتبتدي ان انت تدرجه مفيش ادنى مشكله. طيب احنا هنا خلصنا كل الافكتات بتاعتنا هنا، قافلين الفيل خلاص. طيب كل اللي انا عايزك تعمله هنا ان احنا ممكن نعمل عايزين نمسح بقى، فتقوم انت جاي مثلا عامل بس خلينا اول قبل ما نمسح ندمج بس الايه، نفرغ الحاجات دي من الايه، من الاماكن اللي فيها اسود. هنيجي على الاندرلاينج لاير دي وافك المشبك. بص بقى انا عايزك عشان تركز معايا عشان التفاصيل دي مهمه قوي قوي. مفيش حاجه اسمها استوكايه ان الريم لايت بينزل فيها كده، لازم ده يتفرغ. طيب انا لازم افرغ الحتت السوداء دي، فاهمني؟ اهو بص اهو، بسم الله.
افرغ من الجزء الابيض. لا اعتقد هو الاسود ده كويس. بص كده اهو، ده الاصلي، خفيف قوي كده، تمام كويس قوي. طيب انا هاجي بقى وعامل ماسك، عايز امسح الجزء اللي هنا ده اللي ملوش لازمه، مفيش شمس جايه من الحته دي اهي بالفرشه السوداء، تمام. واقوم جاي اعمل كده، بص بقى كده، بص 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 بص, بص كده بقى. ما ينفعش كده تاثر بالماسك، لان انت بتعمل على الصوره ككلها، فاهمني؟ انا عايز اشتغل في الماسك، اعرف امسح جوه الماسك. عشان اعمل كده وامسح جوه الماسك، اجي اعمل كده واجي اخش على اداه البلندنج اوبشن، واجي هنا افعل اللاير ماسك هايدز افكت، تمام. او اشتغل في الماسك واشيل من الافكت بتاعي. هاجي كده ده، واجي هنا اهو. طبعا عشان انت ما تمسحش الحاجات التانيه دي، ممكن تعمل ايه؟ يعني ممكن تيجي بالبين تول وتحددها، يعني ممكن تيجي تعمل كده، فاهمني كده. بس خلي بالك وانت بتمسح عشان ما تخليش الحاجه شاربه قوي، عشان ما تطلعش فوق، يعني انا اقصد كده. خليك دايما محترف باداه البين تول دي، عشان ساعات الحاجات بتخرج بره الحاجه اللي احنا بنعملها. تمام. تمام. ادي ده الجزء الخاص بالريم لايت. انت عايز بقى تخففه وشايف ان هو تقيل، انت هنا بتقدر تمسح في الثلاثه في وقت واحد، لكن تحت بيبقى صعب ان انت تمسح في الثلاثه في وقت واحد. ركز في الحته دي قوي. انا بس عايز اخفف ده كده كده، اعتقد كده بيوتيفول، جميل، رائع، مدهش. جزء اهو الشمس اهي نازله، والايه، والريم لايت نازل عليها. حطينا الجزء الخاص بالاضاءه بس انا مسحته، وده الجزء الخاص بالريم لايت. طيب دي التركيه اللي احنا هنشتغل بيها في الريم لايت، والتركات اللي احنا هنشتغل بيها في ان احنا نسقط الضوء بتاع الهايلايت على الاستوكيه بتاعتي. هل في طريقه ثالثه ممكن نشتغل بيها بدل الكالر رينج وبدل طريقه التشانل؟ في طريقه ثالثه ممكن نشتغل بيها. ان احنا نيجي مثلا على الاستوكيه دي ونيجي نعمل لها دبليكيت، تمام. وباجي اعمل هنا الت، وابتدي ان انا اخش على التشانل. ولما ببتدي ادخل على التشانل، ببتدي ادور على احسن واحده، فهي الريد. كويس. الموضوع ده مش حفظ، الموضوع ده فهم. انت بتشوف احسن حاجه مناسبه لعينك، فباجي هنا على الريد دي كده واقوم عامل بعمل لها كده ايه، اشدها كده من غير ما ادوس على اي حاجه، بشدها بالماوس واعمل كده على الزائد، فاعمل دبليكيت تحت هنا. طيب انا كل اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل هنا كنترول ال، واشتغل باداه الليفلز. ابتدي كده ازود المناطق السوداء، وابتدي اتحرك هنا ناحيه المناطق، افتح المناطق الفاتحه، تمام. ازود تاني مثلا كده. انا مش عايز الجزء ده، لان مستحيل يوصل الشمس هنا في الحته دي، يعني الشمس بتوصل ماشي في الجزء ده، تمام، حلو قوي. ده حس فني بقى عندك انت يعني. طيب انا كده حددت ودوست اوكي. باجي بقى على الكنترول مع الايه، كليك شمال، وادوس على اللير اللي انت عملتها، اللي هي الريد اللي عملت لك كوبي اهي كده. هو حدد لك الجزء اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي. طيب احنا خلاص حددنا، هل انت عايز دي؟ لا خلاص امسحها، مالهاش لازمه. انا خلاص عملت السلكشن بتاعي. هبتدي ارجع اللير اللي انا عملت له دبل كده، انا مش محتاجه بقى، انا هشتغل على اللير الاصلي. لا شفت، كنت هنسى واقعد افتحهم واحده واحده. بعد ما خلاص رجعت، بدوس هنا اقفل دي خالص، وبتيجي هنا وتقوم عامل هنا مثلا كلر، سوليد كلر، وتبتدي تختار اللون ده، وتبتدي تعمل له كليبنج ماسك، ومثلا تختار كلر دوج، تمام. ولما تختار كلر دوج قلل بالفل، تمام. دي طريقه، تمام، طريقه حلوه، جميله، رائعه. طيب هل في طريقه احسن؟ نرجع للسلكشن تاني، انا بديك كل التريكات. نرجع السلكشن اهو. هتيجي مثلا تختار يعني لا هي الطريقه دي كويسه، يعني عشان ايه، احنا هنا بنحدد بيها باللون بتاعنا اللي احنا اخترناه. فهنا السوليد كلر، عشان ما نلخبطش الدنيا، خليكم عارفين حاجه مثبتينها دي، تطلع فوق بعد اذن حضرتك عشان ما نلخبطش الناس كده. ونختار مثلا كلر كلر دوج، تمام. نبتدي نقلل اهو. هو هنا مطبق لك الجزء اللي فيه اضاءه هنا من جوه، وسام الحتت دي اللي انت مش محددها اصلا. طيب في حاجه بس انا عايز برضك انوه ليها، لو انا عايز احدد الجزء المضيء او الجزء المظلم من اي استوكايه ايا كانت ايه هي، كل اللي انا عليا باجي اعمل هنا الجزء ده، وابتدي ان انا اخش على التشانل. ابتدي، معلش خلينا نرجع تاني. انت هنا خلاص عملت ده، هنيجي الت وندوس كده على عين، تمام، واختار هنا الريد كويسه، هعمل لها دبليكيت. هاجي كنترول ال، هبتدي هنا ازود، اقفل الجزء ده كده، اغمق الحتت دي وافتح الحتت دي. شيء مدهش، شيء جميل. هاجي هنا ادوس كنترول كليك بالماوس كده، خدت الجزء اللي انا محتاجه، تمام. هاجي هنا امسح بقى ده، خلاص انا مش عايزه.
افتح ده تاني، وده طبعا انا كده افتح بس العين، وده كده انا مش محتاجه خلاص، انا خدت اللي انا عايزه السلكشن. باجي مثلا هنا انا عايز افتح اجزاء، اغمق اجزاء، وده الجزء اللي احنا هنشرحه قدام في الفيديوهات اللي جايه، بس انا عايز اعرفك ازاي بنغمق او بنفتح الحتت دي. بنيجي هنا من اداه الكيرفس، واداه الكيرفس يعني احنا هنا بنشتغل على الجزء الخاص بالهايلايت، يعني مش الجزء، انا شرحت الكلام ده اكتر من مره، قلت هنا دي النقطه البيضاء، ودي النقطه السوداء، ودي النقطه الهايلايت، وده الميد تون، وده الشادو. طيب احنا هنا شغالين على الار جي بي، فكل اللي احنا نعمله هنبتدي ان احنا كده بنفتح الاجزاء دي. طيب حلو قوي وكلام جميل وكلام مدهش. ممكن نيجي نكتب مثلا عليها هنا دي يعني دوج، بنفتح. وهنيجي عايزين نعمل الايه، ممكن تيجي تعمل لها هنا مثلا سكرين، او ممكن تيجي تعمل لها كلر رينج وتقلل بالفيل. كلر رينج بنقلل بالفيل يا جماعه، خلي بالكم. طيب انا عايز اغمق الجزء اللي جوه ده، فاهمني؟ طبعا التغميق والتفتيح ده يفضل انت تعمله بايدك، عشان يعني دي طريقه، بس لما نيجي للطريقه اللي انا عايزها بتاعت الدوج اند بيرن دي هنتكلم بطريقه ثانيه خالص، بس هي بنفس نفس التكنيك. هاجي اعمل ده دوبليكيت، تمام، وهاجي بالعين اقفل كله واخش على تشانل ريد دوبليكيت، وهنا عملت دوبليكيت من الريد. طيب معنى ان انت عملت دوبليكيت من الريد، انت قفلت كل القنوات اللونيه بتاعت اللون الاخضر والاحمر، فظهر ليك بس اللون الاحمر بس في التصميم ده، عشان اعرف اشتغل عليه. انا مش عارف اشتغل على 3 الوان، انا بشتغل على لون واحد، فاهمني؟ عشان عيني تعرف تميز، فاهمني؟ ركزوا في الحته دي، عشان في ناس بالنسبه لها الشانل دي صعب. الشانل هي عباره عن ار جي بي، 3 الوان، ريد جرين بلو، تمام، 3 الوان. انت عشان تشتغل على اي عنصر في الدنيا هتشتغل على لون واحد عشان يبقى سهل عليك، فاهمني؟ طيب خلينا بقى نخش على، انا عايز اجيب الجزء الغامق في التصميم، فاعمل هنا كنترول اي. طيب عكست الشيء اللي موجود في التصميم، عكست الجزء الابيض والجزء الاسود. طيب انا عايز ادي امر مباشر ان انا احدد الجزء ده، هو طلع لك الجزء اللي بره ده اسود وخلي لك الجزء اللي جوه ابيض. انا بدلعك، ده شرح تفصيل، محدش بيعمل كده. دلعني بقى لايكات وكومنتات، مش هيصني. طيب هنيجي بقى كنترول ال، هنبتدي بقى نزود الجزء الغامق اللي بره ده، تمام كده، وازود لا كده اوفر، تمام. وقام جاي بقى خلاص انا غمقت ده وسبت الفاتح ده، واجي على كنترول وخلاص انا حددت الجزء الابيض ده كده، شيء بيوتيفول جميل. امسح دي بقى خلاص مش لازماني، رجعت الار جي بي ب3 الوان. اجي افتح العين تاني، اوعى تلعب في اي حاجه من غير ما تفتح العين، بعيدها للمره المليون، لان عشان ما تجيش تدعي عليا. طيب كده السلكشن احنا عملناه اهو على الجزء اللي جوه ده. هتيجي مثلا فوق هنا وتقوم جاي عامل الكيرفس، هتعمل هنا كليبنج ماسك، هتيجي هنا على دي ونخليها مثلا وليكن بيرن، تمام. وهنيجي بردك احنا شغالين في الجزء الهايلايت، الجزء هنا الشادو قصدي، يا رب سوري جزء الشادو، الجزء الشادو هنا. فهنيجي على النقطه الخاصه دي هايلايت، دي الميد تون، دي الشادو، هنقوم جاي عاملين كده اهي، تمام. ما تزودش المقادير قوي عشان الاكل ما يبقاش حادق، يعني خليك عندك سنس كده ما تتخضش يا عم. طيب دي كده الدنيا بقت اعتقد يعني الحاجات اللي انا كنت قاصد ان انا اشرحها لك، تيبس اند تريكس خاصه بالجزء النظري، عشان لما نيجي نخش في الجزء العملي تبقى الدنيا بالنسبه لك سهله ولذيذه. طبعا انا اشوفكم بكل خير، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه، هنتكلم فيها على الكالر رينج وازاي نظبطه لكل الاستوكات اللي موجوده معانا. اتمنى ان يكون الفيديو ده فاتكم. اشوفكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم